السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناه من جديد. اليوم جيت نشارك معكم واحد غديوه اللي هي بسيطه وكلشي كيديرها في دارو، اللي هي الكالامار بالروز. عندي هنايا عندي هنايا جوج فلفلات، عندي حمراء وصفراء، عندي واحد شويه من الحامض المصير، عندي هنايا واحد البصله مويان مشلضه، عندي هنايا بالنسبه للتوابل عندي هنايا البزار، التحميره، الكمون، كلشي هادشي معلقه صغيره، سكينجبير، الخرقوم البلدي وشويه الملحه، وهذه العطريه تاع الحوت، العطريه تاع البسطيله كانت بقات عندي، نديروا منها غير معلقه صغيره. وعندي هنايا واحد جوج فصوص تاع الثومه وجوج مطيشات مويان محكوكين، قزبر ومعدنوس، شويه تاع الصوجه. وعندي هنايا هاد الصلصه الحاره، اللي ما بغاش ما يديرهاش، اللي ما قدرش على الحار. وعندي هنايا داك الكالامار الصغيور، هذا الكالامار الصغيور اللي غسلته مزيان، نقيته وغسلته وخليته كينشف كيتسخطر من الماء صافي. ودابا تابعوا معايا. وعند بطبيعه الحال عندي هنايا الحامض، ضروري نديروا شويه تاع الحامض حيت هادشي الحوت كيبغي الحامض. وتابعوا معايا الفيديو حتى الاخير. عندي هنايا في واحد الكاميله اللي بغا يدير في المقله، دوك المقلات اللي كيكونوا عندهم الغطاء حتى هي راه كتجي زوينه. انا ما عنديش ديك الكاميله، درت في هاد ما عنديش ديك المقله عفوا، درتها في هاد الكاميله حتى هي ما كتلصقش. عندي هنايا درت واحد شويه الزيت، غنضيف البصله، هنايا البصله غنخليها تشحر مزيان عاد باش نبدا نضيف العناصر تاع الفلفله وشي لاخر. غنخليها هنايا تشحر حتى تبدا تشحر مزيان وغادي نتلاقاو. لما تشحرات لينا ديك البصله ديالنا مزيان، خليتها مزيان تشحرات، ضفت الفلفله الصفراء والفلفلات بجوج، وضفت الحامض المصير، وغنخليهم يتشحروا مزيان يذوبوا كاع. هنا ما غاديش نضيف العطريه باش ما تحرقش ليا صافي، غادي نضيف غير هادشي اللي كنقول لكم، وغنزيد عليهم الثومه هذه صافي. نخليهم هنايا يتشحروا مزيان. بعد ما تشحرات لينا الفلفله ديالنا مزيان صافي، انا هنا غادي نضيف مطيشه، ونضيف هنايا داك الصوجه شويه، ونضيف هنايا هاد الحاره اختياريه، انا ما عنديش مشكل حيت كيبغيوها شويه صافي. غادي نحرك هادشي مزيان ونضيف الربيع ديالي صافي. وفي الاخير غادي نضيف هنايا التوابل ديالي كاملين اللي قلت لكم. صافي انا هنا غادي ندير الماء، ندير الماء سخون، ما غاديش نديرو بارد باش نسربي باش يوجد دغيا. هاد الاكله هادي راه تقدروا ديروها لا للغدا ولا للعشاء اللي عجبكم صافي. هنايا غادي ندير الماء يسخن في هاد تاع الضو، غادي نضيفو هنايا، غندير القياس نيشان تاع الماء. لا قبل ما نديرو عفوا الماء غادي نضيف الكالامار صافي. هنايا غادي نضيف شويه تاع مطيشه تاع الحك، اللي بغى يدير ديك الفرا يديرها هاد بحال. هنايا ها هي الصلصه ديالنا واجده. دابا هنايا غادي نضيف الكالامار، ها هو الكالامار ديالي. انا راه دايره واحد الكميه كثيره تاع الكالامار، هنا تقريبا غتكون شي كيلو. داك الكالامار الصغيور هو اللي خديت انايا. كنتسنى على الماء ديالي هنايا بما سخن صافي، باش غادي نضيفو ليه ونخليه يطيب عاد باش نضيف الروز. انا ما ضفت حتى شي نوع تاع الحوت، اللي بغى يدير داك الفرخ هذاك غديروا حتى شويه حتى الاخر حيت دغيا كيوجد. اللي بغى يدير الكروفيت، انا عندي ما بغيتش نديرو حيت لان عندي بزاف تاع الكالامار، هنا راه تقريبا شي كيلو ولا اكثر صافي. غادي نخليه هنايا بما غلا شويه علاش نكب عليه داك الماء سخون، وندير القياس نيشان تاع الماء ونخليه يطيب. ملي غيطيب غادي نضيف الروز
هذا الرز ديالي خديت انايا هذا الرز كلاصي، هذا النوع هذا نشكل لكم مزيان حيت كاين اللي رقيق طويل وكاين هذا شويه عليه. خديت المهم نتوما اللي بغيتو ديروا في العبار ديروا. انا درت هذا القياس هذا، غسلته مزيان، خاصو ضروري يتغسل مزيان، ودرتو هنا يسقطر باش غادي نضيفوه من وراء. ملي نحسوا بالكالامار ديالنا بدا كيدخلوا الطياب نضيفوه ونخليو كلشي يطيب في دقه وحده. انا باقي هنايا ما درتش الماء نهائيا. داك كتعرفوا نتوما بان هادشي تاع الاسماك كيطلق الماء. صافي انا هنايا غادي نزيد الماء سخون باش يسربي لي الطياب، حيت غادي ندير الرز غندير الماء الكافي. بالنسبه للكالامار اللي بغى يدير قل من هذه الكميه يديرها كله، حيت انا ما دايره لهم كيف قلت لكم حتى شي نوع تاع الحوت، درت لهم سوا هذا الكالامار. صافي غادي نخليه هنايا يغلي مزيان يطيب، عاد باش ديك الساعه غادي نضيفوا ليه الرز. بعد ما طاب لينا هذا الشيء هذا الكالامار هذا، انايا ضفت هنايا الرز، ضفت الرز اللي كنت غسلته مزيان ونشفته، درتو كيتسقطر من الماء، وغادي نخليه دابا هنايا يطيب على خاطرو، راه ناقصه عليه البوطه حتى لحد. صافي نخليه يطيب ومره تحركوه باش ما يلصقش ليكم. صافي وها البلا ديالنا غيكون واجد ان شاء الله باذن الله. صافي هنايا الرز ديالنا بعد ما طاب. هانتوما البنات راه خليت فيه شويه تاع المرقه، خليت فيه شويه تاع المرقه. علاش؟ حيت دابا غادي نخليه يبرد باش ما نحطش للدراري بانه حيت هو سخون بزاف، خاصو يبرد. وإلا برد انا ما بغيتوش يجي معصد وهذا وناشف باش يليق لهم حتى في الماكله. يعني خليته شويه على الاقل، غادي يزيد يشرب غير واحد شويه بما برد، غيجي هو هذاك باش يجي شويه مطلوق، ما يجيش قاصح ولا ناشف. هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا، كيجي زوين. كيف قلت لكم ضروري تخليو فيه ديك شويه المرقه بما برد نيت الماكله باش ياكلوها الدراري، ما يجيش ناشف عليهم. ورافقته انا بهذا عصير تاع الحامض والليمون، 2 ليمونات وحامضه اللي زولت لهم كاع دوك العظومه وطحنتهم وصفيتهم. وانا هنايا درت شويه تاع السكر، ما بغيتش نكثر لهم السكر بزاف. هانتوما كيجي طبق زوين، وهذا هو تاع هاد الوقيته تاع هاد الفصل تاع الربيع، ما بين الصهد وما بين شويه البرد، كيجي زوين. كنتمنى تدعموا القناه وديروا لايك وكومونتير، اللي ما ابونيش يتابونا. والسلام عليكم.